السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أول ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول العدنان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يلا حبايبي، أنا جايبة لكم فيديو النهاردة جديد، جايبة لكم طريقة جميلة وطريقة سريعة، طريقة سهلة جدا. لو عندك 10 كيلو ممبار إن شاء الله تخلصيهم في أسرع وقت ممكن وبدون تعب أو أي مجهود. اول حاجه كده معانا، يعني انا جايبه بس كيلو ممبار، انا جايبه كيلو بس ممبار. طبعا الدنيا دلوقتي بقت غاليه ومولعه، بصوا يعني حلو قوي كيلو. لو عندك 10 كيلو ما تقلقيش، هتبصي في 5 دقايق تخلصيه. اول حاجه كده بنجيب الممبار بتاعنا ونشيل بقى الدهون اللي فوق او الجلد الزياده اللي احنا مش عايزينه بالطريقه دي تحت الميه كده، هنشيله على طول. بصوا بيتشد بسهوله جدا. في اقل وقت ممكن هتلاقي نفسك خلصتي نضفت الممبار من بره، لان بيبقى ساعات بيبقى فيه حاجات شوائب كده من احشاء عزكم الله الحيوان. فاي حاجه من دي بره فشيليها تماما وارميها. تمام. تعالوا بقى كده، المفروض هنقلب الاول الممبار. طبعا تحت الحنفيه اسهل حاجه، تحت الحنفيه. لا تجيبي عصايه ولا بتاع ده خشبه ولا اي حاجه، تحت الحنفيه. هتاخدي اول بوزه بس كده بتاعت الممبار وتدخلي الطرف بتاعها، وبعد تقلبي الطرف بتاعها ده اللي جوه يعني، وبعد كده تقومي حطاها تحت الحنفيه، هتلاقيها بكل سهوله طلعت معاكي زي ما انت شايفه بالطريقه دي. كله اعمليه بالطريقه دي، بس بعد ايه؟ بعد ما تشيلي الجلد والدهون الزياده في الممبار. تمام. هتلاقي قلب معاكي بسهوله. عايزه اقول لكم بقى الاختراع ده، اللي اللي عمل الهراسه دي، يسلم يسلم يسلم، المفروض يعملها لتنظيف الممبار مش لهراسه الخضار. طبعا احنا هنستخدم العين الضيقه في الجنب، مش هنستخدم العيون الواسعه اللي في النص، لان دي هتبقى واسعه قوي على الممبار. تمام. هناخدها كده، هندخلها بالراحه كده لغايه ما نعرف نملكها بايدينا. وبعد كده هنشد الممبار. بصوا عايزه اقول لكم آه، سحر، سحر اقسم بالله سحر. طالعه نظافه ما بعدها نظافه زي ما انتم شايفين كده. انا ما رضيتش افصل الحته دي خالص او اسرحها، انا ماشيه معاكم واحده واحده اهو لغايه ما هخلصها خالص. هتشوفي اللي هيطلع منها هتتبهري، والله هتبهرك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. 5 دقايق هتكوني مخلصه الممبار بتاعك، وهيبقى معاكي اخر حلاوه زي ما انتم شايفين بالطريقه الحلوه دي. عايزه اقول لكم، الممبار لو هو لسه الحاجات اللي هي بره اللي احنا ما شلناهاش دي، وانتي جيتي تحطيها في قلب العين، هتعصلج معاكي وهتبقى جامده جدا وممكن يتقطع معاكي. فلازم تشيلي الزوايد من بره الممبار قبل ما تنضفيه، قبل ما تقلبي الممبار على الجهه التانية. لازم تشيلي كل الزوايد الخارجيه. ليه؟ علشان خاطر تبقى ماشيه معاكي بسهوله في الفتحه اللي انت بتدخلي فيها الممبار دي علشان تنضفيه. تمام. انا برضو بجيب لكم حته كمان اهي، هقربها لكم. بقول لك بصي يعني كده فيها حته لسه ما اتعملتش ما اتشالتش، فعشان كده عصلجت معايا. عشان كده بقول لك شيلي اي زوايد عشان بصي تمشي معاكي كده سهله، واكنك يعني يعني عايزه اقول لكم ايه، سحر يا اولاد، سحر والله يا اولاد. هتدعوا الماما صافيه عليه والله. يلا بقى كده وانت بتتفرجي، لو انت بتتابعيني على الفيسبوك يا ريت تعملي له متابعه وتعملي اللايك الجميل بتاعك، ولو بتتابعيني على اليوتيوب ما تنسيليش برضو باللايك والاشتراك وكومنت حلو تحفيزي منك كده يا ست الكل. لو الفيديو عجبك يلا شيريه لاصحابك عشان الكل يستفيد. بصوا شوفوا نضيفه فله فله شمعه منوره كده. هنغسلها غسلتين كده حلوين، طبعا من الريحه. طبعا كده كده احنا بصوا اللي طلع يا ولاد، بصوا اللي طلع قد ايه، بسم الله ما شاء الله. طبعا كده كده هيتغسل بحاجات تانية، بس لازم تشطفيها الاول. وعايزه اقول لكم بقى، بصوا شفت دي اللي هي الهراسه التانية دي، استحاله تطلع معاكي الممبار بالنظافه دي، هيتقطع منك. ده ممكن تستخدميها في الممبار الضاني اللي هو بتاع لا مؤاخذه الخرفان. اما الممبار العجالي اللي هو بتاع لا مؤاخذه البقر والجمايز، عمرها ما هتمشي معاكي كده، هيتقطع منك، صدقيني هيتقطع منك.
تمام. اول حاجه بقى كده هنجيب الممبار عشان نغسله غسله نظيفه وما تلاقيش اي ريحه فيه ويطلع معاكي فعلا فله شمعه منوره. هنحط شويه خل كده حلوين، ونعصر عصرتين ليمون عليه وشويه ملح، وهنغسله بقى، نقعد ندعكه كده بيه ونغسله غسله مره واتنين وتلاته. بس امتى؟ لما ننقعه في النقع، محلول النقع ده اللي هو الليمون والخل والملح. هتسيبيه كده قيمه نص ساعه في قلب النقع ده، تمام. وهتقومي جايباه تاني غسله نظيفه، وتقومي قلبها على الوش التاني. حط له شويه دقيق عشان برضو الزفاره، تمام. وهندعكه دعكه نظيفه ونغسله مرتين تلاتة كده لغايه ما تلاقيه بقى معاكي فل، لا مش عايز اي حاجه. يعني احنا لا كحتنا بسكينه ولا تعبنا نفسنا ولا قعدنا نعمل الموال الغريب العجيب اللي كنا بنعمله مع الممبار، ولا نحط في كبه. انا عملته، جيت اعمله في الكبه يا ولاد، ما نفعش معايا خالص بصراحه ربنا. جاي حطيته في الكبه ما نفعش معايا. فانا عملته بالطريقه دي، بسم الله ما شاء الله. هي دي طلعت طريقه ناجحه 100%. بعد ما غسلناه كده غسلتين تلاتة كده من الحاجات اللي كانت فيه، نضفناه ما شاء الله. بصوا شفاف ابيض شفاف اهو. عايزين اكتر من كده حاجه؟ هنقلبه بقى على الجنب التاني، ونفس اللي عملناه في الجنب الاولاني في الغسيل هنعمله في الجنب التاني، تمام كده. احنا قلبناه على وشه، هنغسله بقى. شايفين الميه شفافه فله وريحته والله ولا اروع من كده، ملوش اي ريحه. عايزه اقول لك هتاكلي ممبار هتدعولي والله يا ولاد، هتدعولي. تمام كده. حطينا برضو شويه الخل وعصره الليمون وشويه الملح، وهندعكها دعكه محترمه مع شويه الدقيق وبس كده. وهنخزنه بقى. لو عايزه تخزني الممبار من السنه للسنه، هاتي الكميه بتاعتك وخزنيها براحتك. بصي ولا تتعبي، اكنك عامله بقى محشي الكرنب، ورق عنب، بتنجان. زي ما بتخزني ده خزني الممبار عادي خالص. تنضفيه بالطريقه دي هيطلع معاكي زي الفل. عايزه تجيبي بقى شويه دلوقتي رمضان برضو وتعمليهم بالطريقه دي، هيبقى معاكي زي الفل. تمام. هنعمل ايه؟ هنغسله غسله نظيفه وهصفيه من الميه خالص، تمام. وهنقطعه التقطيعه اللي احنا هنحشي بيها على طول. انا ما بحطش الممبار بحالها، يعني ما بحطش الممبار عود كده بحاله، لا انا بقطعه كل صباع على قد التاني. يعني الصباع اللي هحشيه هو ده اللي انا ايه بقطعه، تمام. هنقطعه دلوقتي مع بعض. انا هجيب علبه كده، انا بس بوريكم الميه اهي شفافه ما فيهاش اي حاجه. نظافه ما فيش بعدها نظافه. يلا بقى كده. انا ما شفتش اللايك. انت ما حطيتيش اللايك ليه؟ انت قاعده تسمعيني ومش راضيه تحطي لي اللايك. طب ماشي، انا خلاص زعلانه. كده هنقطعه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وهنجيب علبه بقى، هتجيبي كيسه، شوفي انت زي ما انت عايزه تحطيه في اي في اي حته هتحطيه. انا خزنته بالطريقه دي كده عشان لما اجي اطلعها تكون كل واحده منفصله عن الثانيه واعرف احشيها كويس. هغطيها بقى كده واحطها في الفريزر. وبالف هنا وشفا على قلوبكم يا رب العالمين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بخالص الدعاء، وتعملوا لي لايك وشير واشتراك.